فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. ضيفنا ومعلمنا بإذن الله فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد بويزري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. وبشيخنا السعيد مرحبا بك. مرحبا بك أخي أحمد، الله يبارك فيك. عيدك سعيدا مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. الله يبارك، وأنتم كذلك عيدكم مبارك إن شاء الله ولجميع المسلمين والمسلمات. الله ينورك شيخنا. قبل أن نبدأ في الحديث عن الموضوع الافتتاحي حول الدنيا والنفس، 6 من شوال البعض نفسه تغلبه عليها هذه الأيام الحرارة والعطش، وربما المجاهدة التي كانت في رمضان قد تنقص عند البعض في هذه الأيام. ما قولكم؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك. أسأل الله عز وجل أن يعيد هذا العيد عليكم وعلى أمتنا قاطبة بالخير واليمن والتمكين والبركات. صبرين، اسمهم صبرين هكذا. الحديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل هذه الأيام 6، لها فضل كبير عند الله عز وجل، ولكن الحمد لله هذه ليست فريضة. رمضان المعظم صيامه طبعا فريضة، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أصحاب الأعذار رفع عنهم هذا التكليف مع التعويضات المعروفة والتخفيفات المعروفة من ناحية الفقهية، ولكن بالنسبة للأيام تاع الصابرين، من استطاع أن يصومها فليفعل. يصومها متتابعات أو متفرقات في هذا الشهر، شهر شوال، فينال الفضل الذي وعد به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن لم يستطع فالحرج مرفوع. الحرج مرفوع. لعلي أشير يعني في مقدمة اللقاء إلى بعض المعاني في هذا الموضوع إن شاء الله حينما تفتتحون أنتم يعني موضوع لقاء اليوم. شكرا جزيلا شيخنا. يقولون: الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة علمها القناعة. الإنسان يعيش دنياه وهو محاسب عليها يوم القيامة في كل لحظة من لحظاتها، وفي دنياه يغفل عن ربه وقد ينسى ما كلفه به، ولكن الله سبحانه وتعالى يفتح المجال لعبده طول حياته باعتبار الأوبة والتوبة كافية مع الصدق لأن يعفو الله سبحانه وتعالى عما فعل. لكن النفس وحديثها وأنانيتها رهان كبير يحاول المؤمن أن يكسبه من خلال ترويضها والعمل على تعليمها كيفيات الخضوع لإرادة الله سبحانه وتعالى. الدنيا والنفس حديثنا الافتتاحي. شيخنا السعيد. الدنيا والنفس. أولا، رمضان انتهى لكل بداية نهاية. أكيد. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان القادم. أمين. فهذا من الأمل المشروع، أن نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان القادم. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال وسائر القربات والباقيات الصالحات، وأسأل الله العفو لمن كان غافلا، وربنا يقول في آية القرآن: ولا تكن من الغافلين. ولكن الحمد لله، مادام فيها دنيا، فيها أيام، فيها ليالي، فيها شهور، فيها خيرات، يعني على المسلم أن يكون ذكيا في تعويض ما فاته عن طريق الاستثمار في الباقيات الصالحات، عن طريق فعل الخيرات، عن طريق أداء الصالحات وسائر الطاعات. والحمد لله رب سبحانه سخر لنا الليل والنهار لطاعته، والأيام لا تزال طويلة والحمد لله رب العالمين. ولكن كما قلت، الدنيا ساعة.
هذه الدنيا مهما كانت طويلة فهي قصيرة. صحيح. ومما أعجبني في هذا الباب كلام أحد الحكماء يقول الدنيا أقصر من أن نقصرها. الدنيا أقصر من أن نقصرها. هذه رسالة لنا جميعا فهي قصيرة جدا. الرسالة الثانية نعطيها في شكل رسائل مختصرة أخي أحمد إذا سمحت. الرسالة الثانية أن لا نملك إلا فرصة واحدة، عمرا واحدا. هذا أمر في غاية الأهمية والخطورة في الآن نفسه. بمعنى لو كنا نملك حياتين، يعني نعيش ثم نموت ثم نعود مرة أخرى إلى الدنيا، ممكن الإنسان إذا ضيع الفرصة الأولى يستدرك ما فاته في الفرصة الثانية، ولكن لا نملك إلا حياة واحدة. هذا يجعلنا نفكر مليا في حسن استثمار هذه الفرصة المتاحة لنا. هذا من جهة. الأمر الثالث يضاف إلى الرسالة الثانية أن الحياة قصيرة وأقصر من أن نقصرها، أننا لا ندري متى نموت، لأن الموت حق ومستحيل أن ندري. ومستحيل أن ندري وما تدري نفس بأي أرض تموت كما قال ربنا جلاله ولكل أجل كتاب. ومما ينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه يقول يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الذي يجعل الناس يضيعون حياتهم بلا طاعات وبلا قربات. هو يعتقد يقول مازال صحيح. يعني ما يصليش كي كان عازب، يقول كي يتزوج يقول ما كي يلقى الخدمة، كي يلقى الخدمة يقول يكون خدام، خليها كي نجيب لا روتريت إن شاء الله بعد ما نجيب التقاعد سأتفرغ للعبادة سواسوا يعني 100%. ولكن هذا لا نملكه، ما عندناش ولا ضمانة. ليس هنا لا أحد منا يملك موعدا مع الموت. ربي قال ولكل أجل كتاب. لا أحد منا يضمن الثانية القادمة. لا أحد منا يضمن الثانية القادمة. ثم أنه سبحان الله نهار اللي يقول لك من زمان يقول لك وسمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي صلاة مودع. صحيح. هذا من العوامل التي تساعد على تحقيق الخشوع، والخشوع روح الصلاة لقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أن الإنسان يتفكر بلي يقول هذه آخر صلاة. تصور يا أخي أحمد يكون نعلم بأن صلاة المغرب اللي نصليوها اليوم هي الأخرى، جاب لي ربي ما كانش اللي ما يصليهاش بخشوع، يقول هي آخر صلاة. صحيح. ولكن الإنسان إذا استحضر هذا المعنى وإذا رافقه هذا الشعور يعني هذا يساعده على تحقيق الخشوع. إذن قلنا أن الموت لها أسباب كثيرة. يقول لك الموت وحده، السبة ماشي وحده. تعددت الأسباب والموت واحد. طيب المثيوث السبة ماشي ذيوث، المثيوث السبة ماشي ذيوث. الرسالة الرابعة أنه إذا ضاعت فرصة رمضان، يعني بعض الناس ضاعت منهم الفرصة حقيقة. أكيد. أحدهم قال لك أنا كنت ناوي باش ندير قيام تراويح ولكن كنت نأجلها وفعلا متى انتبه؟ قال لك حينما سمعت الإمام يعني يوم العيد يقول نحمد الله عز وجل الذي وفقنا إلى صيام أيام رمضان وقيام لياليه. قال لك أنا قلت رحت لي في هذه. الصيام كنت صايم ولكن القيام لا ما كانش يعني قائم مع الظروف. يعني طبعا له أعذار هكذا يعتقد، ولكن طبعا لا عذر. إذا كان فيه ناس من تجاوزت 90 سنة التزموا صلاة التراويح قياما وهذا أمر معلوم عندك في كثير من المساجد. صحيح. والحمد لله رب العالمين. إذن أقول لهؤلاء الذين فرطوا قولوا معلش ما دام راكم في الدنيا رانا في الدنيا فيمكن استدراك الأمر قبل فوات الأوان، قبل مجيء الموت. الرسالة الخامسة اللي نأخذها من كلامك اللي قلت والنفس طماعة، علمها القناعة، لأن هذه النفس في الحقيقة النفس الأمارة بالسوء عامل خطير في تدمير الإنسان. سبحان الله. نعم. لماذا؟ لأنه أولا النفس الأمارة بالسوء تأمره فقط إما بالتكاسل، تقول له مازال الحال، تلهيه بطول الأمل، وتقول له راك صغير عندك غير 50 سنة هذا ما كان مازالك صغير، وهكذا. وتقول له أنت كي تصلي هو ماشي كيما هذو راهم يصليو. تعرف بعض الناس يقول لك أنا ما نصليش ولكن قلبي نظيف، ما نخدع، ما نسرق، ما نكذب. صح. تخصني غير الصلاة والصيام والزكاة والحج كاش النهار إن شاء الله. هذه من الأمور اللي تخلي الإنسان، هذه من مداخل الشيطان الخطيرة. صحيح. جدا. إذن النفس قد قالها ربي سبحانه في القرآن الكريم
كي قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها ولكن في المقابل وقد خاب من دساها. ما نقدروش نذكروا هذه الآية وما نستحضروش واش قال الإمام البوصيري في بردته. لابد يعني في بعض المساجد يقرؤونها يعني باستمرار بما فيها من حكم ودرر وجواهر إلى أن يقول وخالف النفس. خالف النفس والشيطان يخدموا مع بعض، عندهم اتفاقيات خطيرة جدا. من مقاصد هذه الاتفاقية تدمير هذا الإنسان. فإنهما محضاك فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. والنفس كالطفل إن تهملها شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. أستغفر الله من قول بلا عمل فقد نسبت به نسلا لذي عقم، إلى آخر هذه اللآلئ وهذه الحكم التي تحتوي عليها هذه القصيدة الحكيمة. علاش قلت لك إذن هذه هي النفس؟ فإذا أدركنا خطورة وساوس النفس التي تتعاون مع إبليس وهو العدو المبين كما سماه القرآن الكريم، كما سمى الله عز وجل في كتابه العزيز، فهو عدو مبين، لابد أن ينتبه الإنسان. تكملة الحكمة ذكرتها، علمها القناعة. طبعا القناعة هذا علاج لهذه النفس لا تقتنع حتى بالمال مهما اكتسب الإنسان فلا تقتنع، بالعكس يعني تحبب له وتزين له الكسب ولو غير المشروع. تقول المهم كثر ودير تركة كبيرة وما يهمكش، جاية من الرشوة، جاية ولا من طريق السرقة ولا من طريق الربا أو طريق الاحتكار، عادي كل شيء يجوز. كما يقول بالقبائلية أي ندير البحر الحلال يحلل، يعني كل شيء الحيوانات اللي راهي عايشة في البحر كلها حلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وللفقهاء تفاصيل في بيان أحكام هذا الحديث الفقهية. إذن أقول أن هذه النفس لازم لها من قناعة. وإذا كان الإنسان عنده قناعة مش في العبادات والطاعات، لا، في هذه كلما اجتهد الإنسان واستثمر قناعة من الدنيا. بارك الله فيك. لأنه القناعة في الطاعات ماشي مليحة، القناعة في العلم ماشي مليحة، الإنسان لازم يمشي بلا حدود. أما في الدنيا فلا. علاه؟ لأنه أحد الحكام يقول سبحان، يقول لك الدنيا هذه اللي تغريه وتكلخ له كذا، يقول كما اللي يشرب من الماء المالح. الماء المالح كلما شرب منه الإنسان ازداد عطشا. مش كما اللي يشرب من الماء العذب، يعني شوية قطرات كاس ماء ويرتوي والحمد لله. ولكن اللي يشرب من الماء المالح فلن يشبع، يعني لن يزول ظمأه فيزداد ظمأ وعطشا. فكذلك الدنيا. وأحدهم شبهها قال لك الدنيا هذه كما اللي يأكل من العظم اللي عنده رائحة اللحم. سبحان الله. موش العظم اللي عنده اللحم، لا، العظم اللي فيه رائحة اللحم تغريه. ذلك العظم هذاك يغري الإنسان برائحة اللحم وليس فيه لحم حتى تدمى أسنانه بلا فائدة وبلا جدوى. فكذلك الذين يلهثون وراء الدنيا، هنا تأتي الحكمة علاجا ناجعا. علمها القناعة. أعود إلى ما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه، يقول سبحان الله من حكمه أيضا، يقول هي قصيدة طويلة، يقول إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. شوف الحكمة. علاش حنا في الدرجة نقولوا فلان قلبه شابع قانع. إذا كان الإنسان عنده قناعة في قلبه هذاك شبع. اللي ما عندوش قناعة حتى إذا كان يملك الشركات والملايير يبقى دائما طماع جيعان عطشان وهكذا. لذلك يقول الإمام الشافعي يعود عليه، يقول إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يفقه هذه المسائل ويستثمر هذه الحياة في الطاعات والقربات والصالحات. بارك الله فيك فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد بويزري، وأحسن الله إليك فيما تقدمت به. هذا فرصة عيد ولا نفوت الفرصة أن نترجم هذه المعاني باختصار شديد باللغة الأمازيغية. تفضل شيخ. شافور بالأخ أحمد قرن الدونيس والزيلث غص وغزيفث والزيلث ساقيت مزواروث في السنة أكن مال لغاية مثلا في السماثين إفكار ضربي وسنتو ذرث
يفكي غد ربي وسنتو درت ماشي سناث في ثلاثة ذكر ربي الخير يون ومزياز يدينا ندوك السفرويس الشيخ رمضان محفوف الله يذكره بالخير رجل كبير ولكن مازال عايش الحمد لله صاحب حكمة كبيرة شو دينا إن يخاف في الموت يعني إن يصلت في النبي الطاهر نتساغ في الشفاعة فقصت أن الموت زيغ ثوار أشحال بردان الساعة يقفغ يوزي في العمر لابد دوز الساعة صافي مادام المثلى بنادم وها ربي يهكي أعوين يهكي أعوين ذا شو ذا عوين أين راه يزرعوا مذان ذي الدونيث أثي غلث ذي الآخر العبادات الطاعات رمضان ذي العشور ذي وجيل ما يقدش فلاس تجار ذي مغفان ذي موضان أكل خير يخدم ذي الدونيث يزرع ذي الدونيث أثيف ذي الآخر وثنقالوث القنيعة ثنفسي ثاقي زمالة تسوي بافيس دكير فريد التوي دكير فريد يعني أي نسي يقرا الحوي مثلا ذي الدونيث أي يكسب الشي ذي الدونيث ورسالة القناعة ورسالة ثوانت تقول قرن ثوانت تقول قناعة تقول من بعد ما يلث كل خاص نفسيتيس هذه يغال هذه يكسب غسل الحرام أما سير الرشوة أما سير الربا أما وذاقي يسد ووالدينا إلى قد يسعى بنادم القنيعة ويسعى القنيعة نغدا ولا قال الإمام الشافعي إن يكوين يسعى القنيعة ذقوليس أمنا أمين يكسب الدنيث أكل مثلا إن شاء الله يفكر ربي القنيعة تقولون ويفكر ربي ثوانت تقولون وإن شاء الله رمضان قاعد داني جاد الخير وإن شاء الله غيصود ربي رمضان وايض يفكر ربي إن شاء الله السنة والسنة الخير ونزل عديد الدنيث أين نغلث ذي الخرط. امين يا رب العالمين. ما زرعناه في الدنيا نجده ان شاء الله في الاخره. بارك الله فيك فضيله الشيخ استاذنا الدكتور سعيد بوزري، ونحيي زميلنا واخينا فيصل في ترجمه هذه المعاني الى لغه الاشارات مشكورا، ونحيي من خلاله جمهورنا الذي يتعاطى مع لغه الاشارات كريما. مرحبا بكم وشكرا على ثقتكم واختياركم لقناه القرآن الكريم من الجزائر. طيب يونس، على بركه الله اشرعوا في استقبال المكالمات والاستماع للانشغالات في هذا العدد الجديد من هلا سألوا. من أين نبدأ يونس؟ في أخت سعاد من أين؟ الله يبارك فيك أختي سعاد، مرحبا بك. الو مساء الخير، السلام عليكم. مساء النور ومرحبا بك أخت سعاد. وعليكم السلام ورحمة الله. صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. ربي يبارك فيك ويهنيك أخت سعاد، مرحبا. عندي أسئلة تخصني شوية في رمضان، بغيت نتصل ما حكمتكمش. مرحبا بك، لا بأس. عندي كنت في رمضان الحال نورمال، العادة الشهرية جات لي نورمال، ومن بعد نسيت أسبوع من بعد نسيت حبوب منع الحمل. ردت مرة أخرى هبطت لي نهار، ما على باليش درك إلا باك نهار نعاودو دين ولا مرض ما على باليش. وعندي بنتي ثاني مريضة ثاني اضطربت في العادة الشهرية، صارت في النهارات الأولين ديتها الطبيب في هذه اضطرابات العادة الشهرية وقالت لي بلي مرض. وفي هذا رمضان صافي مرضت في الأول وزادت مرضت في الثاني، وأنا على بالي بلي عندها مرض ماشي صافي ما على باليش بلا تصوم 9 أيام كاملين ولا غير 5 أيام اللي نورمالمون كل شهر محسوب كي تكون مريضة. أيوة. وعندي سؤال شويه محيرني، انا عندي وليدي. طيب اختي سعاد سامحي لي دقيقه، شفنا واضح السؤال الاول والثاني. تفضلي اذا كان كتبت يعني فانا يعني اختنا سعاد اذا تعاودي لي برك حتى اتبين. انت بالنسبه لك في رمضان العاده يعني انت نسيتي والله ما الذي حدث بالضبط؟ لا انا عندي العاده نورمال، فاتت 6 ايام نورمال، وبعد شهر تقول حبوب منع الحمل اسبوع، ونسيت واحد الليله ما شربتش حبه تاع حبوب منع الحمل، يعني غدا بعد واحد ما هبطوا لي العاده، عاودت ولات لي نهار واحد برك. عاودت ولات في وقتها؟ لا هبطوا لي الدم، رأيت كما نقولوا قطرات تاع الدم صافي في نهار واحد برك. واضح شيخنا؟ حبوب منع الحمل. واضح سيدتي الكريمه. بالنسبه للبنت عندها اصلا مرض وقالت لك طبيبه؟ عند طبيب، بديت عند طبيب تاع النساء وقالت لي بلي عندها مرض، هذا المرض لها اضطرابات في العاده الشهريه كل عام كامل ويا هكا كل شهر. لا باس، الله يبارك فيك. وفي رمضان صافي في النهارات الاولين فطر مرضت وزادت مرضت في النهارات التوالى، ولا عندها حوالي 10 ايام كامل هي صامت ما كلاتش، قلت لها ما تاكليش حتى تغسل شيوخ
وراي نستناو في نشوف اسكو تصوم 10 ايام ولا غير 6 ايام تاع رمضان كل شهر. واضح ان شاء الله. والسؤال الثالث؟ سؤال عندي عندي في عمري 44 سنه وعندي 4 دراري، وليدي الصغير عنده 5 سنين، وانا في نية قلبي مانيش حابه نزيد الدراري صافي، وراني نشرب في وسائل منع الحمل حتى نوصل زعما حتى وقت اللي نكون كبيره 46 47 صافي، وراني خايفه ولا يكون حرام ولا ماشي حرام، زعما راني ندير باللي راني نواسي الحمل. واضح سيدتي الكريمه. صافي ولا نقدر نكمل هكا ماشي حرام ولا الدراري ما نزيدش، مانيش قادره، مانيش مريضه ولا بصح ما قدرتش برك ما حملتش، ماشي على جال اي حاجه. ايوه واضح ان شاء الله سيده سعاد. صح اخويا، وادعوا لنا ان شاء الله. انتم ثاني ادعوا لنا بالخير ان شاء الله، ربي يوفق الجميع. شكرا على هذا الحصه. الله يبارك فيك سيده سعاد، نجاوبكم ان شاء الله. خونا عمار من البليده، مرحبا بك. الله يسلمك خويا، صحة عليكم. كل عام وانت بخير، ربي يبارك فيك ويهنيك ان شاء الله. اللهم امين يا شيخ. الله تفضل اخويا عمار. عندي واحد السؤال يا شيخ. العام اللي فات ان شاء الله في رمضان اللي فات ايوه عندي مشكله عائليه، قمنا بالطلاق. ايوه. الزوجه تاعي وما الزوجه تاعي قامت بتحريض اشخاص غرباء وحاولوا القتل تاعي، خطفوني. عاود لي خويا عمار باش نسمع لو سمحت. قلت لك العام اللي فات في رمضان ايوه. الزوجه تاعي قامت بتحريض اشخاص غرباء ما نعرفهمش بالقتل، وصح خطفوني ومزيه اللي يا ربي يسلكني وثلاث منهم الحمد لله يا ربي. ايوه. وسنا في رمضان هذا نفس الشخص، يعني الزوجه تاعي مازالت بنفس الشخص، والانسان هذا يسبني في التليفون ويهددني بالقتل. يعني حبيت نعرف الفتوى تاعو، يعني كيف يكون مصيره عند ربي، السب والشتم والكلام القبيح وحتى التهديد بالقتل. طيب خويا عمار. نعم. عندك اولاد؟ عندي زوج دراري، عندي عامين والله ما شفتهم يا شيخ، صدقني. باسكو كي نروح نشوفهم تقول لي لو كان تجي والله غير قطعناك مرسوات. طيب. فمها. طيب خويا عمار، ما زلت في علاقه زوجيه مع السيده هذه؟ لا يعني خلاص صدر الطلاق وصدر كلش. طيب ان شاء الله شيخنا يعني يوجه بعد ما اكتشفتها بخيانه تاعها وكلش. طيب شيخنا اخونا عمار، شيخنا ان شاء الله يوجهك للطرق القانونيه والشرعيه اللي تقدر تشوف بها اولادك وتحمي بها نفسك وتعيش حياتك بشكل طبيعي، لانه لا والله الحمد لله، غير صدقني يا شيخ، غير نصلي ونبات لهم النفقه عادي والحمد لله يا ربي. ما شاء الله. نحمد ربي صباح ونشكره على كل شيء. الله يبارك. ومرحبا باللي لقاها ربي، مرحبا بها. واضح اخويا عمار، يجاوبك شيخنا ان شاء الله. ربي يبارك فيك ان شاء الله، شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. من البليده الى الاخت فاطمه الزهراء من بشار. السلام عليكم. السلام عليكم ولدي احمد. وعليكم السلام خالي فاطمه. مبارك، عيد بالصحه كل عام وانتم بخير. يا ربي يبارك فيك خالتي فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، عيدكم مبارك. تحيه من العائله جميعا. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يبارك فيك حاجه فاطمه، مرحبا بك. الله يوفقكم ان شاء الله. الله ينورك ويجازيك بالخير حاجه فاطمه. عندي سؤال واحد فقط فيما يخص صلاه تحيه المسجد. ايوه. او ركعتي الوضوء، يعني من يوم تطلع الشمس في كبد السماء. الاغلبيه ما يعرفوش هذا، بغينا الشيخ يفسر لنا هذه القضيه الله يخليك، يعني بالوقت شحال وقت قبل الاذان التالي تاع الصلاه. سامحي لي سيده فاطمه زهراء، بالنسبه لتحيه المسجد وقتها؟ تحيه المسجد او ركعتي الوضوء، يعني من تطلع الشمس في كبد السماء، يعني نعرفوا التي لا تحرم من قبل طلوع الشمس وبعد غروب، ومن بعد صلاه العصر الى غروب الشمس، بصح في كبد السماء شويه صعب على اغلبيه الناس فهم هذه الحاله. يعني تقريبا نطلب من الشيخ يوضح لنا التوقيت شحال الوقت قبل الصلاه. واضح سيده فاطمه زهراء، الله يبارك فيك. شيخنا واضح. شكرا لكم جزيل الشكر. الله يبارك فيك سيده فاطمه زهراء، تحياتي ليك وشكرا جزيلا على الاتصال. من بشار الى اين؟ من بشار الى اين يونس؟ طيب شكرا محمد. لا بأس. يعطيك الصحة محمد. نجاوب ثم نعود. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا نبداو من اختنا سعاد ربي يبارك فيها.
مسألة أنها كما يقال يعني بعد العادة قامت بنسيان شروب يبدو أنها تريد أن تستمر وتكمل ما بقي من رمضان، ولكن حدث أنه فيه حادث خلال رمضان، فماذا عن صومها وصلاتها؟ نعم، أولا بالنسبة لي تناول الحبوب منع الحمل، معلش هو كان ليس محل سؤال لكن معلش للفائدة، يجوز للمرأة أن تتناول حبوب منع الحمل من أجل أداء أو صيام شهر رمضان كاملا، يعني باش تحافظ على طهاراتها فلا يأتيها الحيض بسبب هذه الحبوب التي تتناولها، وإن كان المقصد نتاعها هو تأخير هذيك نتاع العادة ما تجيهاش في شهر رمضان باش تصوم شهر كاملا، هذا يجوز ولكن بشرط أن لا يكون دائما، بمعنى ما يلزمش يعني المرأة في كل عام تقوم بهذا الأمر فقط باش تصوم شهر كامل دائما، لا، هذا غير مقبول، لأنه من خصائص المرأة وهي في مرحلة الحيض أنها تحيض كسائر النساء، وشي عادي جميعا على كل النساء، حينما تحيض لا تصلي ولا تصوم، تقضي صيامها ولا تقضي صلاتها. بالنسبة لك يا أختي أنت نسيتي هذه الحبوب بعدين جاك في يوم واحد هي قد قطرات، فبالتالي إذا كان قطرات تاع الدم هذا اللي هو دم من، لأنه في 5 ألوان للحيض، فإذا كان لون من هذه الألوان جات به هذه القطرات فذلك اليوم تفطري فيه وتقضيه، وإذا كان ما فطرتيش فأنت ملزمة بقضاء ذلك اليوم يعني في مستقبل الأيام بعد يعني في هذا الشهر شوال أو ما بعده. هذا فقط. هو شيخنا إضافة يعني ممكن الأخوات السيدات الكريمات، نعم. مسألة الحبوب المنع، يعني هذه الحبوب هي من أكثر العوامل تسببا للاضطرابات، نعم. حتى يمكن يفرق بين عادة المرأة وبين العلة المرضية، نعم. أنه هذه الحبوب ربما تكون سبب مباشر. بارك الله فيك. صحيح. أولا رمضان في حد ذاته يعني هو في الحقيقة عامل من عوامل الاضطراب، يعني كثير من النساء عندهم صح. يعني اضطراب نتاع العادة نتاعهم في شهر رمضان، ولكن هذا هذا طبيعي، ولكن الشيء اللي ماهوش طبيعي هو تناول هذه الحبوب بكثرة كما قلت يا أخي أحمد، فضلا عن مساوئها وأضرارها الصحية كما أكد ذلك الخبراء في الطب. صح. فإن تناول من يعني حبوب منع الحمل هذا من العوامل أو من الأسباب اللي تخلي الاضطراب هذا يحصل في العادة الشهرية، فبالتالي ما تبقاش عادية، والأحسن تبقى المرأة عادية تماما كما خلقها ربي سبحانه عز وجل والسلام. ولكن قلت هذاك الجزء من الفتوى الأول لأنه فيه بعض النساء يسألنا يقول إذا كان أنا حبيت هذه السنة نصوم شهر كاملا نتناول الحبوب هذه فقط، يعني هذه السنة حبيت نصوم شهر كامل، فنقول ليس في ذلك حرج، وقد أكد العلماء على رفع الحرج في هذه المسألة بشرط ألا يكون ذلك على سبيل الدوام. أيوة. يعني وإلا تدخل في الفطرة كما خلق ربي سبحانه عز وجل، ماهوش كل عام دير هكذا وتبقى دائما بغرض أو بقصد صيام شهر كاملا تتناول الحبوب كل ما يجي رمضان فقط من أجل المقصد. نقول إذا الاستمرار على هذا الأمر غير مقبول، ولكن أحيانا هذا أمر ليس فيه حرج. شيخنا بالنسبة للبنت دم علة واضح يعني، نعم. ولكن هي تسأل بالنسبة لعادتها الرسمية يعني المعروفة، وهذوك الأيام هل تزيد صيامهم أم تعتبرهم دم علة؟ نعم. أولا تسمى العادة الشهرية معناها عندها أيام معلومة، يعني ممكن المرأة عندها يوم واحد فقط، ممكن 3 أيام، ممكن 5، ممكن 7، ممكن 9، ممكن 10، يعني أقصى مدة الحيض 15 يوم بعد استظهار تاع 3 أيام، 12 يوم زائد 3، أقصى مدة الحيض هو 15 يوم، والذي يعني الزائد على ذلك يعتبر دم علة أو دم فساد كما يقال، يعني فقهيا وعلميا. فقهيا وعلميا دم مرض، دم علة، أو كما أكد الطبيب المعالج أو الطبيبة المعالجة، وكذلك هو دم فساد واستحاضة. والاستحاضة هذه أو هذا الدم، دم المرض أو دم العلة، هذا لا يسقط لا الصلاة ولا الصيام. فبالتالي إذا كان بنتك جاها يعني هذا الدم جاء في وقت عاداتها، فيتأكد ذلك بأحد أمرين: إما هي بنفسها تعرف أو من يساعدها، يعني من النساء، أنت ولا واحدة من النساء، وتقول بلي هذا هو دم حيض بيقين. وإذا كان لا تعرف هذا الشيء وربما لن تسأل،
فإذا كان جاء هذا الدم في وقت عادتها إذن فالغالب على الظن أنه حيض. صحيح. وفي الفقه العبرة بغلبة الظن مش باليقين، العبرة بغلبة الظن. فإذا غلب على ظنها أن هذا الدم جاء في وقت عادتها الشهرية فتجري عليه أحكام الحيض والسلام، تجري عليها أحكام الحائض، فبالتالي لا تصوم ولا تصلي هكذا. وإذا يعني غلب على ظنها أنه موش في هذاك الوقت نتاع العادة نتاعها، يضاف لذلك أنها مريضة أصلا كالطبيبة المعالجة، فيعتبر يعني دم علة أو دم فساد، فتصوم وتصلي وتؤدي فرائضها بشكل عادي. بارك الله فيك شيخ وأحسن الله إليك. سيدة سعاد، في هذا العمر إن شاء الله الربيعي الأربعيني، تقول أنني يعني أدفع بالوسائل المعروفة عني الولد، هي 4 أولاد الله يبارك، لكنها تشعر في ذاتها في داخلها وكأنها تقصر وكأنها يعني لا يصح ما تفعل. نعم. والحمد لله هي قالت في آخر سؤالها أنه ما هيش حامل يعني. لأنه بالنسبة للمرأة إذا كانت حاملا كما يعلم الجميع ونؤكد لا يجوز الإجهاض، يعني بيمنع الإجهاض شرعا مهما كانت الأسباب إلا سبب واحد فقط، اللي هو خطر على اللي هو إذا كان هناك خطر على الأم على الأصل، هنا يصح أو يجوز الإجهاض حفاظا على حياة الأصل وهي الأم. أما ذاك يقول لك وشفنا لك وقرافي وكذا وراهي هكذا، كل هذا الكلام في الحقيقة ذكرناه مرارا ونؤكد عليه اليوم لا يقوم أساسا. لماذا؟ لعدة أسباب ذكرناها فيما سبق، يكفي أن نذكر سبب واحد. ربي قال في القرآن ونقر في الأرحام ما نشاء. سبحانه السلام. ما دام ربي هو الذي حكم قال ونقر في الأرحام ما نشاء، خلاص. سبحان الله. اليوم وأنا آتي يعني جاءني تليفون، يعني هاتف تليفوني في الموضوع، أنه المرأة تقول يعني أنه هذا الجنين اللي في بطنها وكذا ثبت بالإيكوغرافي أنه مريض وأنه كمشوه وأنه لن يعيش أكثر من أسبوع بعد ميلاده. فقلت هذا الطبيب الذي قال لك هذا الكلام لن يعيش أكثر من أسبوع، إذا كتب له ربي يعيش سمانة في الدنيا هذه خلاص. يعني هذا المرض قد يبتلى به الإنسان وهو ابن 40 أو ابن 20 ولا هو في بطن أمه. يعني علاش المرض إذا كان المرض في البطن معنا نقضيو عليه؟ لا يجوز أن نتخذ هذا القرار الخطير، هذا القرار الخطير أن نقول قررنا الإجهاض. لماذا؟ خاطر شفنا الإيكوغرافي، والأطباء الذين يتابعون الآن يعلمون علم اليقين أن هناك حتى أخطاء في الإيكوغرافي، حتى في هذا الكشوف أحيانا تكون أخطاء. إذا الإنسان علاه وعندنا حكايات الوقت لا يتسع باش نحكيوها، وين الناس الحمد ربي وشكروه كي ما داروش الإجهاض بعد ما زاد طفل ولا طفلة زادوا الله يبارك كاملين ما شاء الله والحمد لله رب العالمين. فبالتالي إذن أؤكد على هذا الأمر لخطورته. أما وأنت لست حاملا الآن، ماكيش حامل، عندك 44 سنة وعندك 4 أولاد الله يبارك، تباعد الولادات هذا أمر مباح. باش ديري تباعد 3 سنين 4 سنين 5 6 عادي، تقول حتى يكبر هذا المازوز هذا الصغير هذا وبعدين تزيدي. يعني طبعا هذا كله في يد الله عز وجل. أما أنه تقررين قطع الإنجاب نهائيا، هنا الإشكال. هذا لا يجوز لك ولا لغيرك إلا إذا كان ظرف صحي بقرار خبير بقرار طبي حكيم يقرر بأنه الصحة نتاعك راهي مهددة بخطر بالإنجاب، ما تقدريش تنجبي ولا الحمل يعني يمرضك ولا شيء من هذا القبيل، يسبب لك ربما أضرار غير محتملة أو شيء من هذا القبيل. هنا يجوز دائما حفاظا على الأصل. الضرورة تبيح المحظورات، هي القاعدة الفقهية، والضرورة تقدر بقدرها. إذا ضاق الأمر اتسع، ولكن إذا اتسع الأمر ضاق، فبالتالي في هذه الحالة معلش. أما أنت في حالة صحية جيدة، تباعد الولادات ديري هكذا الانترفال، ديري مدة معينة، أمر مسموح به شرعا. هذا هو الجواب لك، يعني ما كاش مشكل إن شاء الله. فقط نحيا بالك أنه كي تقولي باللي قررنا بدون أدنى سبب ما كانش إنجاب، عندي 4 ويكفي ما نزيدش نهائيا. إذا كتب ربي يا ربي يرزقكم بولد الخامس، بولد خامس
بعد مدة معينة هذا في يد ربي سبحانه عز وجل. قدر الله ربي الحياة سيتحقق ذلك بإذن الله. عبدي أنت تريد وأنا أريد، وفي الأخير لا يكون إلا ما يريد الله عز وجل. سبحانه وتعالى. بارك الله فيك شيخنا. هذا عمار من بوليدة شيخنا، بعد حالة الطلاق والانفصال يشعر ويحيا حالات تهديد مع الأسف، وحالات تعرض إلى غير ذلك، وأيضا يشكو من أنه بعد انفصاله عن زوجته لا يرى ولديه الصغير. بما تنصحه شرعا وقانونا؟ نعم، أول الأخ عمار، مادام طلاق بينكما قد وقع شرعا وصدر حكم قضائي يقضي بالطلاق، إذن بقي بينكما الأولاد. ربي قال في سورة البقرة الآية 237 بعد ما نص وتحدث ربي سبحانه عن أحكام الطلاق قال ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. الآية 237 من سورة البقرة. سبحان الله، الرسالة القرآنية هنا تقول للزوجين المطلقين صحيح العلاقة الزوجية انتهت بينكما، ولكن ما تنسوش الفضل اللي بيناتكم. يعني في يوم من الأيام كانت هي زوجة لك وكنت أنت زوجا لها، والآن أنت أبو الأولاد، عنده زوج أولاد، وهي أم الولدين. يعني في النهاية مازال عندكم هذا الرباط. صح. الأمر الثالث، ما تنسوش الفضل بينكم لتطبيق هذه الآية، أنه لازم كل منكما يحرص على توفير الأسباب التي تؤدي إلى تحقيق التوازن النفسي والتوازن الجسمي والتوازن الأخلاقي لدى الطفلين. يعني أي تصرف غير حكيم، تصرف مخالف لشرع الله عز وجل، يسبب إساءة كبيرة للولدين، فهذا أمر لا يجوز من قبلك أو من قبلها. حبيت نقول كمثال واقعي، إذا كان تمنعك من زيارة الولدين، هذا المنع يعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية، لا يجوز، وكذلك مخالفة أيضا للقانون. قانون الأسرة الجزائري من المادة 62 وما بعدها، نعم، إلى غاية المادة 71، وفيه نصوص تفصيلية على موضوع هذا نتاع الحضانة بالتفصيل. من هذه النصوص التي أكد عليها القانون الجزائري قانون 84/11 يؤكد على ضرورة مراعاة مصلحة المحظون، بهذه العبارة: مراعاة مصلحة المحظون، سواء من قبل القاضي وهو يقرر إسناد الحضانة. حينما يفعل ذلك لابد أن يراعي مصلحة المحظون، هل تكون مع الأم أو تكون مع الأب أو تكون مع الجدة من جهة الأم أو مع الجدة من جهة الأب، لا ندري. هنا القاضي بحكم المعطيات التي يملكها يقرر. إذن قرار الإسناد في حد ذاته، إسناد الحضانة، لابد أن يراعي مصلحة المحظون. زيد بعد ذلك يحكم القاضي بحق الزيارة، يعني حكمت المحكمة بالحضانة للزوجة للأم، والولاية كما صار في التعديل الجديد في سنة 2005. الآن حكم القانون بحق الزيارة، معنى أنت عندك حق تزورهم، والزيارة هذه تكون في الأعياد، وتكون يعني المناسبات الدينية، وتكون كذلك في يوم الجمعة العطل الأسبوعية، وتكون كذلك في أيام العطل عادة النص بالنص، يعني مثلا إذا كان العطلة شهرين، الشهر لك والشهر لها. يعني هذه الأمور مفصلة في القانون الجزائري، راني قلت في قانون 84/11. لذلك كل مخالفة لهذا الأمر الشرعي القانوني يسمح لك باش تروح مباشرة إلى القضاء لاستصدار أمر على عريضة، هكذا نص القانون. معنى بكل هذا التدبير سريع، إجراء سريع، ما تفوتش يعني في الإجراءات العادية نتاع التقاضي، لا، وإلا المسألة تحتمل التأجيل. هناك طفل مهدد الآن، طفل محروم من باباه، أنت تجي ويهددوك كما سمعنا ذاك تقول فيه تهديدات وكذا، لا، هذا موضوع خاصة تحدث عنه الآن، تهديدات. أنا نتكلم هذا المنع في حد ذاته هذا إجراء مضر خاصة للطفل. لذلك القانون الجزائري يعطى لك طريق سريع تروح مباشرة إلى المحكمة. رئيس المحكمة يدير لك أمر على عريضة على طول، في العارض اللي كتبتها انت يدير لك الامر، امرنا بانه فلان نروح يزوروا، الا ما كانش تروح عن طريق مع المحضر القضائي او عن طريق الشرطه القوى العموميه. يعني الجانب القانوني راه ميسر تماما، وهذا نقول على المستوى الجزائري في حدود ما اعلم ما كانش اشكال في هذا الموضوع، ما كانش اللي عنده اشكال
وما يسرتلوش المحكمة فيما أعلم. لذلك نقول لك يا أخي هذا حقك وحق أولادك، بل حق المحظون أوجب كما يقول السادة الفقهاء. نجمع بين الشريعة والقانون، يقول لك هذا حق مشترك، حق مشترك بين المحظون هذا الطفل هذا ولا هذا الطفلة ولا، وكذلك الوالدين الذي، ولكن يقول لك وحق إلا أن حق المحظون أوجب. لماذا؟ تحقيقا للتوازن الذي أشرنا إليه الآن، باش يكون ينشأ نشأة متوازنة ونشأة عادية. إذا الآن أجبت من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية. أما موضوع التهديد اسمح لي، هنا لازم ينبه هؤلاء الذين يهددونك، هي ولا أخوها ولا واحد من عائلتها ولا قال الفلاني الله يهديكم، ما كان لا تهديد ولا عنف، لا عنف لفظي ولا عنف بدني جسدي مادي. إذا كان داروا مثل هذه التهديدات تروح في إطار قانون العقوبات، أو تكون هناك بلانت يعني شكوى ترفع أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وما يكون حتى إشكال وتأخذ حقك. وخاصة في ظل هذه التعديلات الجديدة الأمر ليس بالأمر الهين يا جماعة الخير. سمحوا لي إذا كنا نتقلقوا كاع العقوبات الصارمة المشددة، ولكن لابد أن نكونوا صراحة فيما بيننا. صحيح. ظاهرة العنف راهي أصبحت ظاهرة متفشية مع الأسف، مع الأسف. وكثير من الناس يقول لك أنا نفري مشاكلي نعرف، يقول لك قادر على شقاي. ما نحولوش حياتنا جماعة الخير إلى حلبات نتاع الملاكمات ونتاع، لا حرام علينا يا جماعة الخير، لا باللي سر أخويا، باللي سر باللين. إذا كان واحد عنده حق يقول لك الحق لازم، هذا الحق لازم يطلب بطريقة مشروعة. الحق المشروع يطلب بوسيلة مشروعة. نبل المقاصد تقتضي نبل الوسائل. ماشي كل واحد يدير الدولة في دماغه يستخدم العنف، وهذا يقتل وهذا يهدد وهذا كذا. هذا نقول هذا الكلام مانيش نقول لك روح المحكمة الآن، ولكن نقول لك التنبيه وكأن وجه الخطاب لهم لهذا الناس اللي يهددوك. هذا حقك وحق أولادك، تزورهم، انتهت العلاقة بينكما، انتهى الأمر. لازم تقدرها راهي مات ولادك، ولازم تقدرك انت بابات ولادها، والاولاد بيناتكم لازم تتساعدوا باش تربيهم تربيه حسنه. انت ما تزرع الكره في قلوبهم ضد يماهم، وهي كذلك. وهذا من مقتضيات قول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم. وما هيش هذه الآية فقط في هذا الموضوع نتاع الزوجين المطلقين، خاطر علماء الأصول يقولوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لو كان طبقوا غير هذه الآية ولا تنسوا الفضل بينكم، كل منا لا ينسى فضل الآخرين، إن شاء الله سوف نحقق السعادة. والسعادة صناعة جماعية نصنعها جميعا. جاب لي ربي هذا هو البيان بالنسبة للأخ عمار. بارك الله فيك شيخنا على عموم التوضيح والإعمال في التوضيح، الله يجزيك بالخير. عمار إن شاء الله استفدت من هذه التوجيهات، وربي يقويك إن شاء الله، يقوي أولا يقويك وأولادك أيضا، وإن شاء الله يكونوا صالحين في هذا المجتمع. قبل ما نجاوبوا خالتنا فاطمة الزهراء من بشار، معنا عبد القادر من أضرار. سامحنا عبد القادر تأخرنا عليك شوية. سي عبد القادر مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عيدكم مبارك. الله يبارك فيك، عيدك أسعد. إن شاء الله تقبل العام جاي إن شاء الله. يا ربي يا ربي. سي عبد القادر عندي أسئلة. مرحبا. قراءة جماعية. تفضل. مرحبا. قلت لك قراءة جماعية والدعاء الجماعي. القراءة الجماعية، الذكر الجماعي والقراءة الجماعية، ما رأيكم في الحكم الشريعة؟ أيوة. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني كان واحد إن الله تعالى فرض فرائض فلا تعتادوها، وحرم أشياء فلا وسكت عن أشياء فلا تسألوا. إن الله تعالى فرض فرائض فلا تعتادوها. أيوة. وسكت عن أشياء فلا تعتادوها. أيوة. وسكت عن أشياء فلا تبحثوا عنها. احنا بغينا من هذه الأسئلة هذو السنة بغينا باه نفهموا شريعة العلماء الجزائريين كيفاش واضح يشرحوها لنا إن شاء الله. واضح سي عبد القادر، واسع. أي الحمد لله. بارك الله فيكم وعيدكم مبارك إن شاء الله. عيدك أكرم عبد القادر أخويا، بارك الله فيك، ربي يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. هلا سهلوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم المختلفة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه السيدة فاطمة الزهراء بشار تسأل على
أنه المعروف أن تحية المسجد مثلا بعد العصر يعني والصلاة عند الغروب معروفة، ولكن لا يعرف الناس أن الشمس عندما تقف في كبد السماء فإن الصلاة أيضا مكروه. نعم. أولا الأخت فاطمة الزهراء إن شاء الله تكون مباركة جميعا. كل هناك طبعا الصلوات المفروضات، الصلوات المفروضات من كل صلاة عندها وقتها، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، اتفقنا. والصلاة عندها وقتها الاختياري، عندها وقت ضروري بالنسبة للمفروضات المكتوبات. بالنسبة للصلوات النوافل تحت هذا العنوان، النوافل كاين أنواع كثيرة. كي نتكلموا على صلاة الليل أو قيام الليل هذه نوع من أنواع. كي نتكلموا على الرواتب هذه كنصليوها قبل الظهر ولا بعد الظهر، ركعتين قبل الظهر ولا 4 ركعتين ولا 4 بعد الظهر، هذه كذلك رواتب، وكذلك ركعتين بعد المغرب رتيبة، هذه تسمى الرواتب. وكاين نوع آخر من النوافل اسمه هذا النوع النوافل ذوات سبب. علاش قالوا العلماء نوافل ذوات سبب؟ لأنها متصلة أو متعلقة بسبب. ركعتي الوضوء اسمها ركعتي الوضوء، معناه من السنة أن يصلي الإنسان المتوضئ اللي يتوضأ بعد ما يتم الوضوء نتاعو يصلي ركعتين، هذه السنة، إذن ليست فريضة، وهي سنة أو نافلة ذات سبب. ما هو السبب؟ هو الوضوء. طيب إذا كان واحد توضأ مثلا الساعة 10 صباحا عادي، هنا يصلي النافلة ركعتي الوضوء، لأنه يجوز وسط الضحى. وسط الضحى أيضا نوع من أنواع الصلوات النوافل. صحيح. يصلي ركعتين 4 ولا 6 ولا 8، وهناك من المذاهب الفقهية يقول أكثر من 8 يجوز. هي الأصل بين الزوج بين ركعتين إلى غاية 8 بالنسبة لصلاة الضحى، تستمر إلى ما قبل الزوال، هذه هي المدة نتاعها. ولكن وقتاش تجوز النافلة؟ طبعا إذا كان أي مكالمة أخوي أحمد قدر توقفني في أي لحظة. وقت الشروق، شروق الشمس، وقت الغروب هنا تحرم النافلة هنا، ماشي غير الكراهة، حرمة وقت الشروق مباشرة أو وقت الغروب. ولكن متى تحل النافلة كما يقول السادة الفقهاء؟ بعد مدة، مثلا في تقديرنا الزمني نقول حوالي 20 دقيقة، وكان اللي قال أقل حوالي بين ربع ساعة إلى غاية 20 دقيقة صح. بعد الشروق ثم تحل النافلة. النافلة جائزة تحل إلى غاية العصر. كي يدخل وقت العصر خلاص ما كاينش النافلة بعد العصر. إذا كان واحد توضى مثلا على الساعة 6 أو الآن رانا نتكلم معكم في هذا الوقت، مازال ما وصلناش للمغرب، وقت العصر هنا وقت تمنع فيه النوافل. طيب سيدي، ولكن ممكن تقول لي أنا درت سبب اللي هو توضيت، ولا تقول لي عندي سبب آخر اللي هو دخلت المسجد. أولا دخول المسجد إذا كان بقصد العبور بقصد المرور ما تصليش صلاة النافلة حتى لو كان في أي وقت 9 نتاع الصباح ولا 9 الليل. لماذا؟ لأن ما عندكش نية المكوث. أما إذا كان عندك نية المكوث أو المكث داخل المسجد، هنا تولي هذه السنة اللي هي ركعتي تحية المسجد. ابن عرفة يقول لكل مسجد تحية، وتحية المسجد الحرام الطواف. اللي يدخل أي مسجد في الحياة في الكون هذا يروح يصلي ركعتين تحت المسجد. ولكن إذا كان في الكعبة المشرفة المسجد الحرام الطواف إذا استطاع، لأنه الآن هذا الأمر عمليا يصعب جدا. تروح ثم تلقى واحد 200,000 راهم يدور الطواف، وين توصل باش كي توصل باش دير الطواف نتاعك معناتها راحوا لك الفرائض راحوا لك كل شيء، ما تقدر صعب. هذا يعوض بركعتين. طيب الآن عندنا أمر نبوي شريف يأمرنا بأن نصلي صلاة تحية المسجد عند دخولنا إلى المسجد. طبعا قول ابن عرفة مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا أمر في الحديث يأمرنا بصلاة ركعتين سواء للوضوء أو للمسجد، وكما قلت الأمر هذا على سبيل السنة مش الفريضة. وعندنا نهي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الذي ينهى عن صلاة النوافل.
في هذه الأوقات بعد العصر مثلا أو بعد صلاة الصبح مثلا. صلاة الصبح خلاص ما بقى لكش نافلة من بعد، واش صلاة الصبح من بعد دير قيام الليل واش تصلي ولا قيام الصباح ولا واش تدير ما ينفع. لذلك أمام هذا الأمر أم النهي هنا الفقه يتحدث. بعض الفقهاء واش يقولوا منهم فقهاء الشافعية وغيرهم قال لك مادام هناك أمر دخلت إلى المسجد بنية المكوث ولو بعد العصر تصلي ركعتين. ولكن عندنا في المالكي يقول لك لا، هناك نهي، وإذا اجتمع الأمر مع النهي فالأولى بالمراعاة هو النهي. لذلك ما تصليش النافلة في وقت النهي، هذا الذي نفتي به. بارك الله. الشمس في كبد السماء وقت نهي؟ هنا فيه الكراهة. فيه الكراهة. فيه الكراهة. بارك الله فيك شيخنا. أخويا عبد القادر من أضرار، سؤالك على درجة عالية من الأهمية ولكن فيه التفاصيل سواء كان الأول والثاني. نتمنى إن شاء الله غدا بحول الله سؤالك الثاني يكون موضوعنا الافتتاحي نتعلم من خلاله، كما نجيبكم بإذن الله عن تفاصيل القراءة الجماعية والذكر الجماعي، لأنه هذه عامة بإذن الله وهو منهج تربوي على كل في كثير من زوايانا التي تعلمنا فيها. شيخنا السعيد بارك الله فيك، ربي يحسن إليك، وشكرا على هذه المرافقة الطيبة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على الوفاء، ونلتقي بحول الله في فرص أخرى. شكرا للزميل فيصل في ترجمة هذا اللقاء عبر لغة الإشارة. تحيات فريق العمل التقني بقيادة الزميل محمد. سلام عليكم.